السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة ان شاء الله معاكم أكلة حصري 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 عندنا وبس. عندنا ان شاء الله النهاردة هنعمل السبانخ الخضراء، مش هتلاقوها في اي مكان غير عندنا. هي أكلة صعيدية من الطراز الأول. طيب هنعمل ايه؟ هنجيب السبانخ زي ما انتوا شايفين كده، هنقطع الحتة اللي فوق وهنخلي الحتة البامبة اللي بتفضل دي موجودة، دي مغذية وفيها فوائد السبانخ كلها. وهنقي السبانخ، هنشيل الورقاية الصفرة منها، الورقاية المخرومة منها، الورقاية العصب المكسور اللي ما فيهوش ورق، كل ده هنقيه وهنشيله. وهننقع بعد كده السبانخ معانا في مية وخل لمدة ربع ساعة، عشان لو فيها اي حاجة، اي ملوثات، اي حاجة تروح. يعني انا عادة يعني بنقع الحاجة بتاعتي في مية وخل حفاظا عليها وضمانا انها تبقى حلوة. بعد كده بتجيبيها وتصفيها وتقومي مقطعاها. العصب يبقى تقطعيه قطع صغيرة لان هو بياخد تسوية اكتر. والورق براحتك بقى، قطعي قطع كبيرة قطع صغيرة زي ما انت عايزة. بصي بوريك اهي الورقاية خضرة اهي وزي الفل، واللي شلناها الحاجات الزوايد اللي هي العصبة المكسورة، الورقة الصفرة كده، وشلنا الراس اللي فوق وخلينا الحتة البامبة. الحتة البامبة دي بعد كده هنشيلها كلها لوحدها وهنقوم نقطعها قطع صغيرة لان ليها تسوية خاصة غير تسوية السبانخ. هنكون محضرين حلة على النار فيها حبة مية صغيرين، حوالي ربع لتر مية، وهنحط فيها العصب دهوت اللي احنا مقطعينه الصغير اللي لونه بامبا، وهنحط معاه معلقتين رز. دول يستووا في الاول، ياخدوا حوالي 10 دقايق لوحدهم. وبعد كده نقوم نازلين بالسبانخ اللي احنا مقطعينها وهننزل بالشبت والكزبرة عليها. نكون محضرين ربطة شبت وربطة كزبرة ونقوم منزلينها عليها مع 3 فصوص من الثوم. طيب هنا حطينا المية قليلة ليه؟ لان السبانخ بتنزل ميتها والشبت والكزبرة بينزلوا مية، فهم يستووا مع نفسهم منهم فيهم. طبعا دي مش الاساسي في الطبخة، انتي بتسويها وبعد كده بتضيفي عليها شوية شوربة اهي. زي ما احنا شايفين احنا بنختبر الرزاية، لقينا الرزاية مستوية وحلوة وزي الفل خلاص بنطفي عليها. طبعا احنا هي استوت بس لقينا ان المية قلت نتيجة ان الرز شربها، زودنا قمنا ضفنا شوية شوربة شوية مية زي ما انت عايزة عشان نعرف نضربها في الهاند بلندر. ضربناها في الهاند بلندر وبقت كريمي. نقوم نكون محضرين لتر من الشوربة، ننزل بالسبانخ على اللتر من الشوربة ونسيبها تغلي فيها. بس طب هي كده لسه مش هتربط معانا، طب نعمل ايه؟ نكون محضرين معلقتين من الدقيق وناخد شوية من السبانخ الخضرة دهيت نقلب فيها الدقيق، بدل ما نضيف لها مية من بره لا منها فيها، نقلب فيها ونقوم منزلين معلقتين الدقيق يا معلم زي ما هي على الصوص على السبانخ، وسايبينها تغلي اهو معلقتين الدقيق وسايبينها تغلي شوية لغاية ما تتقل السبانخ. طبعا ما نسيناش الطشة، هنعمل بقى طشة الثوم ونحطها على السبانخ. واوعي تنسي التوابل. التوابل زي ما انت عايزة حطي من التوابل، ملح فلفل كمون بابريكا كزبرة زي ما انت عايزة تحطي حطي، بس خلي بالك وانت بتملحي عشان الملح ما يزيدش معاكي لان انت حاطة عليها شوربة. ولو انت عايزه تحطي ماجي، حابه تحطي ماجي حطي، لكن انا ما بستسيغش الماجي، بس حاجه ترجع لك. قدميها مع عيش، قدميها مع رز، اكله خفيفه وموفره. ب10 جنيه تعملي حله سبانخ مغذيه وموفره واكله شتويه من الدرجه الاولى. وان شاء الله هتعجبك وهتلاقيها يعني عند حسن ظنكم. وبصراحه السبانخ يعني هي دي من الاكلات اللذيذه جدا. يا ريت الصنف يعجبكم وتدعمونا باللايكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.